بأحد الصواريخ. مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، هكذا يقولها أبو اليمن لكل من يهدد بضرب اليمن عسكريا. ترسانة عسكرية هائلة يتمتع بها هذا البلد رغم أزمته الاقتصادية، أكثر من 30 مليون مقاتل، والسلاح الذي بيد الشعب أكثر من أسلحة جيوش منظمة، إغلاق أهم مضيق في العالم وشريان التجارة الدولية ونهاية أسطورة الدول العظمى. كل هذا ينتظر على أبواب أي قوة تفكر في مواجهة اليمنيين. لماذا يعتبر الجيش اليمني أكبر جيش في العالم؟ وكيف دخل هذا البلد سوق صناعة السلاح رغم أزمته الاقتصادية؟ وما هي كمية السلاح التي بأيدي الشعب اليمني فقط؟ وما هي الأسلحة اليمنية التي يخشاها الكيان العبري؟ لتعرف إجابة كل تلك الأسئلة تابع الفيديو للنهاية. أكبر جيش في العالم. تقول الإحصاءات العسكرية إن أقوى جيش في العالم هو جيش الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا على الورق فقط يا عزيزي، أما الواقع فيقول شيئا آخر. وإذا ما تحدثنا بلغة الواقع فسنجد أن الجيش اليمني هو أحد أكبر وأقوى جيوش العالم، بل إنه يستطيع أن يواجه قوة عسكرية هائلة بحجم التنين الصيني، والذي يعتبر بعبع الولايات المتحدة. وأي دولة مهما كان قوة جيشها تحاول غزو اليمن عسكريا فستكون قد ألقت بجيشها إلى الهلاك، لأنها عندما تدخل اليمن لن تجد جيشا وشعبا، بل ستجد أمامها جيشا وجيشا آخر أكثر قوة. فتعداد سكان اليمن أكثر من 30 مليون نسمة، كلهم مسلحون، بل قل كلهم محاربون، كبارهم وشبابهم يحترفون القتال منذ نعومة أظافرهم. لذا فإن الجيش الذي سيحاول دخول اليمن عسكريا عليه أن يستعد لمواجهة أكثر من 30 مليون محارب محترف. أعلم ما تقول يا هذا، عدد المقاتلين الكبير ليس كافيا للانتصار في الحروب، لابد من وجود قوة عسكرية ضاربة إذن، أليس كذلك؟ إذن هيا معي في رحلة بسيطة عن قوة اليمن العسكرية. شعب مسلح وترسانة مرعبة. يمتلك الشعب اليمني أكثر من 85 مليون قطعة سلاح من طراز البنادق الآلية وغيرها من الأسلحة النارية، أي بمعدل 3 قطع سلاح لكل مواطن يمني، ناهيك أن اليمن قد دخل سوق صناعة السلاح كالكالاشنيكوف AK الذي يعتبر سلاحا يمنيا خالصا 100%، ويعد نسخة من الكالاشنيكوف AK 103 الروسي. أما عن قوة السلاح لدى القوات المسلحة اليمنية فحدث ولا حرج. الجيش اليمني يمتلك مجموعة متنوعة من السلاح المصنع على أعلى مستوى كدبابة T-80 السوفيتية، والمسلحة بمدفع أملس يصل مداه إلى أكثر من 9400 متر، ويستطيع اختراق أي درع مهما بلغت قوة حمايته، وراجمة BM-27 التي تستطيع إطلاق 16 صاروخا دفعة واحدة، ويمكنها مغادرة موقعها وتغييره خلال 90 ثانية فقط. وصاروخ توشكا البالستي، وهو صاروخ سوفيتي يعمل بالوقود الصلب ويصبح جاهزا للإطلاق خلال 15 دقيقة فقط. وكل هذا ليس سوى جزء يسير جدا من السلاح الذي يمتلكه اليمن، فالجيش اليمني يمتلك كميات رهيبة من الصواريخ البالستية والطائرات الانتحارية والقتالية أيضا. فمن ينسى العرض العسكري المهيب لقوات أبو اليمن منذ أشهر قليلة، والذي لا يزال محل جدل بين كبرى دول العالم حتى يومنا هذا. مستنقع للمحتل. تريد مهاجمة اليمن عسكريا؟ حسنا يا عزيزي، ولكن قبل أن تفكر في ذلك تذكر أن اليمن يستطيع أن يصيب الدول الكبرى بشلل اقتصادي وبشيء بسيط جدا. فبأبسط شيء يمكن لليمن فعله هو نشر أكثر من 50,000 لغم بحري في مضيق باب المندب، ما يعني تحييد المضيق الأهم في العالم وخروجه من الخدمة لعشرات السنين، وخسارة الدول الكبرى لمئات المليارات، بل قل لتريليونات الدولارات. وحينها سنقول للدول العظمى باي باي. اليمن ليست أفغانستان يا عزيزي، وإذا ما اعتبرتها لقمة وابتلعتها فستقف في حلقك حتى تقتلك. تذكر ما فعله أبو اليمن بالتحالف المدعوم أمريكيا طيلة 8 سنوات، وكيف دمر خزائن ملوك الذهب الأسود وجعلهم ينفقون مليارات الدولارات يوميا، ولم ينتصروا في النهاية رغم الفارق الاقتصادي بين البلدين، بل إن ملوك الذهب الأسود هم من طلبوا وقف الحرب
العالم بعد أن أدركوا المستنقع الذي دخلوا فيه بأقدامهم ولم يخرجوا منه حتى الآن. وليس الحاضر فقط من يرجح كفة اليمن بل التاريخ أيضا، فاليمن كان مقبرة للأحباش والفرس ومن بعدهم العثمانيين، وحتى في حروب العصر الحديث لم يستطع أي جيش أو إمبراطورية مهما كانت قوية القضاء على قوة اليمن والسيطرة عليه. لذا فمن يفكر في غزو اليمن عسكريا سيقال له مرحبا بك في مقبرة الغزاة. والسؤال لكم مشاهدينا، هل ستغامر أمريكا والكيان العبري حقا بدخول مستنقع اليمن، أم أن تهديداتهم لا تتخطى خطورتها حدود الميكروفونات؟ أخبرونا في صندوق التعليقات.